لسانه وأقولها وأنا أعي ما أقول. ولما أقول الآن قبح الله لسانه؟ لأنه فضل يشكر سمير جعجع، ما يعرفش هو حاجة. محمد أبو حامد من كتر خذلان الله ليه ما بيقراش قبل ما يذاكر، قبل ما يتكلم ما بيقراش حاجة. ما يعرفش إن سمير جعجع في 21 ملف عندي هنا. قتل رشيد كرامي رئيس وزراء لبنان السابق، قتل ابن رئيس لبنان السابق سليمان فرنجية، طوني فرنجية مع زوجته وابنته، قتل ابن رئيس لبنان السابق كميل شمعون، داني شمعون مع زوجته وأطفاله، قتل أمين سر البطريركية المارونية البير خريش ورمى جثته في حرش غزير، وكان من المفترض أن ترمى الجثة في برمانة لكي يصل إلى لوم الرئيس أمين الجميل. وخلي بالكم إنه سمير جعجع اللي محمد أبو حامد قبح الله لسانه بيقول له شكرا يا سيدنا ألهمتنا ثورتنا. السمير جعجع الماروني هو اللي ألهم شباب الثورة في مصر، أو ألهم الشعب المصري أن يقوم بالثورة. قتل 23 مدنيا على جسر نهر الموت في ضاحية بيروت، وذلك لقيامهم بتظاهرة سلمية كانوا يحملون خلالها الشموع. قتل العميد في الجيش اللبناني خليل كنعان، قتل النقيب في الجيش اللبناني أنطوان حداد، قتل الملازم أول جوزيف نعمة، قتل قائد ثكنة الأشرفية العسكرية، قتل إمير عزار قائد ثكنة البرجاوي، قتل قائد الوحدة العسكرية ميشال إسرائيلي اللي رمى فيه البحر لتغطية الدليل، محاولة قتل 3 ضباط في الجيش اللبناني، اغتيال المواطن خليل فارس في شوارع الأشرفية، قتل رئيس إقليم جبيل الكتائبي، قتل قائد المشاة في القوات اللبنانية، قتل شارل قربان قائد الفرقة المدرعة السابق للقوات اللبنانية، إعدام الضابط في القوات اللبنانية سمير زينون ورفيقه، محاولة اغتيال قائد القوات اللبنانية الدكتور فؤاد أبو ناظر، محاولة اغتيال النائب في البرلمان اللبناني نجاح وكيم، قتل الدبلوماسيين ال4 الذين اختطفوا في نقطة تفتيش حاجز البربرة العسكري المعروف باسم الكابتن تحت إشراف عبده راجل معروف باسم الكابتن. بالإضافة إلى بقى ده اللي يهمني، سيبك من الفدا كله، مجزرة صبرا وشتيلة، الإجرام اللي بيتكلم بيه محمد أبو حامد اللي ما يعرفش أي حاجة قبحه الله. صبرا وشتيلة الموساد الإسرائيلي اختار سمير جعجع لينفذ العملية نظرا لإبداعه في المجال الإجرامي. ولا ننسى فضيحة الزيتونة حيث جمع سمير جعجع ما يزيد عن 50 محجبة وجعلهم يمشون في الشارع عاريات من دون أي لباس، ثم من معه قاموا بالاغتصاب. أستاذ محمد أبو حامد بيتكلم عن هذا الرجل إنه مناضل وعمال يشكره وعمال يمدح فيه، ولما جه يتكلم يقول لك الشعراوي كده ومش عارف مين طنطاوي مثلا بالاسامي، انا مش فاكر طبعا في الفيديو غير انه وقفت عنده قال كل الشيوخ باساميهم مجرده، ولما جاء الى البابا شنوده قال قداسه البابا شنوده. ما قدرش يقول الشيخ، لا، انما على البابا قال قداسه البابا، وعلى الشيوخ ما فيش شيوخ بالاسم كده. ثم لما نبص في تاريخ سمير جعجع القاتل المجرم هذا، قتل ما يزيد عن 1000 مواطن لبناني عزل فقط لأن على الهوية مكتوب مسلم أو مسيحي لا يعبر عن توجه سمير الماروني، ورمى بعضهم في البحر والبعض الآخر رماهم في المقابر الجماعية. هو ده سمير جعجع يا سيد محمد أبو حامد، هو ده المناضل رئيس تنظيم الشعب النصيري في لبنان. أسامة سعد أكد أن سمير جعجع صاحب تاريخ أسود، وهذا التاريخ يشمل ما ارتكبه من مجازر ضد اللبنانيين مسيحيين ومسلمين وضد الشعب الفلسطيني. ثم محمد أبو حامد في الآخر يفخر عن تاريخ مصر الفرعوني والقبطي والمسيحي والمعاصر، ولم يذكر التاريخ الإسلامي. الراجل طبعا يعني مخذول من الله سبحانه وتعالى، إنك ما تتوقع كتير في بني آدم ترك القرآن وتنازل عن ثوابت القرآن عشان السلطة وعشان يبقى معروف ومشهور وعشان يعرف يسافر ويروح ويجي وعشان يعيش حياة كريمة ويبقى في مستوى عالي وطموحاته التي لا تنتهي حتى لو على حساب دين ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قادر هذا الرجل انه يتهم سيدنا عمر ويقول لك ايه فتاوى او اراء سيدنا عمر مردودة بالنسبة لي، بيرد فتاوى عمر بن الخطاب حيث قال النبي اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر، وقادر يتكلم عن سمير جعجع القاتل المجرم على انه راجل مناضل. استغفر الله. قطب فوزي الشاطر سيعيد دولة رجال الأعمال.